السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة انا بصور في مطبخي. بصوا، مش في مطبخ الشغل، مطبخي. تمام، يعني انا في بيتي النهاردة يا حبايبي اعمل ورق عنب، واعمل سمبوسك باللحمة وبالجبنة، واعمل كنافة. كل ده ليه يا سوسو؟ عشان راح ازور حد حبيبي، فبدل ما اخد فاكهه ولا اخد حاجه قلت اخد لهم الحاجات دي معايا. ماشي يا حبايبي، دي اللحمه المفرومه اهي بتاعه السمبوسك، ودي التسبيكه بتاع ورق العنب. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي، حبان مطحون، كمون، ملح، كزبره، بابريكا، فلفل. تمام كده، تمام. انا مبسوطه وفرحانه النهارده عشان بصور في بيتي. ماشي يا حبايبي. بصوا يا حبايبي، انا هحط نعناع ناشف، ما كانش عندي جبت من جارتي، يدي ريحه حلوه للحمه ويديها طعم جميل. ماشي، لايك واشتراك يا حبايب قلبي. لازم الفيديو ده يجيب كتير مشاهدات ولايكات، عشان ده فيديو في بيتي. كل الفيديوهات في الشغل اهو. بصوا اهو في بيتي، والله العظيم في بيتي اهو. مطبخي المتواضع المكركب اهي الخضره، عشان تصدقوا بس. ماشي لايك واشتراك. بصوا يا حبايبي، اللحمه المفرومه نقلتها هنا عشان انا محتاجه الحل. ودي التسبيكه، ملح وفلفل وكزبره وحبهان برضو مطحون وسكر وكمون. تمام، مش هحط بابريكا عشان بصوا هي عامله ازاي تحفه. هنحط كده التوابل ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في بيتك بتبقي واخده راحتك، تحطي كل اللي انت عايزاه، تحطي توابل كتير، تحطي توابل قليل، تحطي ملح مظبوط، تزعقي صوتك يطلع عادي. في بيتك بقى اعملي اللي انت عايزاه. فالفيديو ده يا جماعه عايزاه يفجر الدنيا، عايزه لايكات ومشاهدات كتير، عشان ده اول فيديو في بيتي. ماشي، انا فضيت يا حبايبي اللحمه هنا عشان انا محتاجه الحله، عشان هي دي اللي انا هحشي فيها. اغسلها واظبطها، وهقطع من تحت بصل وجزر وطماطم، والخضره اللي غسلتها. ودي الجبن دي كانت عندي من قبل كده اهي، هستخدمها للسمبوسه. تمام، وادي السمبوسه اهي، هعمل التلاتة. ماشي حبايبي، لايك واشتراك. تمام شكرا لكم والله، كل اللي بيشاهد الفيديوهات بتاعتي شكرا ليه جدا 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 جدا. غسلت الرز طبعا اهو. بصوا احنا بنحب الخضرة كتير، هحط نص كده ونص كده عشان اعرف اقلبهم واخد راحتي في التقليب. تمام، مش هقول لكم تاني ان انا بعمل بايد وبصور بايد، يعني اعذروني بقى. هقلب كله مع بعض وارجع. بصوا حبايبي، دي الخلطة ودي اللي انا عملته في الحلة. تمام، هحط بقى طماطم كده كده، كده. ورق العنب طبعا بره هوريهولكوا دلوقتي، فردته وظبطته.
كده يا حبيبي، كده الحله اللي انا هحشي فيها اللي هي هيبقى ورده، يعني لما اقلبه كده يبقى ورده. شفتوا مطبخي بقى؟ مطبخي المتواضع ده بقى طبعا ما يجيش جنب بتاع الشغل حاجه، استحاله يعني. حبيت اوريكم اهو ان انا في شقتي، ماشي، انا في شقتي يا جماعه اهي، بس انا بحشي على الطبليه والله العظيم، وما معايا حد بيصورني، انا بصور لوحدي وبقول اتكلي على الله ويطلع الفيديو زي ما يطلع. ان شاء الله يطلع كويس باذن الله ويعجبكم، ماشي. وانا لسه واخده اجازه، وزي ما انا قلت لكم في اول فيديو انا راح ازور حد حبيبي حبيبي حبايبي قوي قوي قوي، وبحبهم وبعزهم قوي قوي وخيرهم عليا ويعني ربنا يسعدهم وربنا يديهم يعني كمان وكمان، وربنا يكتر عليهم وربنا يديهم الصحه. ناس حبايبي حبايبي حبايبي، يعني مهما اعمل ولا اخد معايا انا مش هعرف ارد جمايلهم عليا، ماشي حبايبي. اهو في شقتي اهي، شقتي اهي اهي. بس طبعا مكركبه وحالتها حاله، فانا مش حابه اوريها لكم. وانا حبايبي بحشي على الطبليه، يعني قاعده وبحشي على الطبليه، ماشي. بصوا حبايبي انا جهزت كل حاجه، دي الخلطه وادي الحله وادي الورق اهو، طبعا فردته كله، وده انا ما برمهوش تمام، عشان بحطه على الوش، على وش الحله بينزل كل المزازه كلها على الورق العنب، تمام. هحشي بقى واظبط الدنيا كده واوريكم انا عملت ايه. دي اول صفة، هي الحلة المفروض بتاخد 6. ده اول رصة في الحلة، اخلص بقى كله وايه، انا بحشي واحط كده وبعد كده ارص، عشان انا بعرفش احشي على ايدي، بحشي على الصينيه. بصوا حبايبي انا المفروض قربت اخلص اهو، ماشي. الحله فاضل فيها، بصوا الرصه دي بس الاخيره، دي واخده كام رصه يا سهيل؟ دي واخده 6، ماشي، 6 رصات. لما تستوي هفرجكوا عليه، بس يعني بعتذر ان انا لما اسويها مش هقلبها، عشان انا بقول لكم الحاجه دي انا مودياها هديه لحد يعز عليا، ماشي حبايبي، خليكم معايا. طب ما توديها نية؟ لا مش هينفع، هسويها عشان انا حابه اسويها، عشان اكمل ايه. لو هما مش هياكلوها يوميها عادي، ممكن ياكلوها تاني يوم، انا هقول لهم يسخنوها ازاي ويقلبوها، ماشي حبايبي اهي. طبعا انتوا شفتوا الخلطه وشفتوا ورق العنب اللي انا كنت فرداه، فاضل دول بس، تمام. وانا طبعا حشيت كتير اهو يا حبايبي، اهو كل رصه بالطريقه دي.
لسه هعمل السمبوسك وهعمل الكنافه. هاخد لهم سمبوسك زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو باللحمه وبالجبنه، وهاخد لهم كنافه ان شاء الله. هم شطار وبيعرفوا يعملوا كل حاجه برضو، مش ما بيعرفوش، لا بيعرفوا ما شاء الله. بس انا حبيت بدل ما اخد فاكهه ولا اخد حاجه، حبيت ايه اخد لهم حاجه كده بيتي حلوه، لان هم ما شاء الله ربنا يديهم كمان وكمان ويزيدهم كمان وكمان. هم ما شاء الله بيجيبوا كل حاجه، ربنا يزيدهم يا رب ويخليهم ويوسع عليهم وعلينا وعلى امه محمد. طبعا انا قلت لكم ان انا مش برمي ده ليه، عشان احطه كده، احطه على الوش كده. جربوا يا حبايبي ورق العنب بالطريقه دي والله ما هتندموا. تمام، بحطه كده على الوش. اولا بينزل كل المزازه بتاعته، بتاع العروق دي فيها مزازه كده، فبينزل كل المزازه. تمام، ولما اجي اسويه برضو هوريكم انا سويته ازاي، بس انا هوديه زي ما هو كده، مش هشيل من عليه الحاجات دي. لما اروح هناك ان شاء الله ابقى اشيل او ابقى اقول لهم يبقوا يشيلوه في اي وقت هم مثلا هياكلوا او كده. ماشي يا حبايبي. طبعا انا هكمل دول ودول. وبصوا الخلطه طبعا انتوا كنتوا شايفينها وخليكم معايا بقى ان شاء الله. هعمل السمبوسك وهعمل الكنافه. ماشي حبايب قلبي، ما تنسونيش يا حبايبي في اللايك والاشتراك في القناه يا جماعه. والله العظيم الفيديو ده عايز عليه لايكات كتير، عايزه مشاهدات. اول مره اصور في شقتي. تمام، بصوا صوتي عالي ازاي، بصوا محدش بيتي بقى، مش هعمل حساب ان انا صوتي عالي او واطي. ماشي يا حبايب قلبي، انا بشكر كل الناس برضو اللي بتتفرج على فيديوهاتي رغم ان هي بسيطة. تمام، لايك واشتراك يا احلى ناس في الدنيا. كده شغال. بصوا يا حبايبي انا عملت اهو 1.5 باللحمة، دي 1.5، وعملت دي اهي باللحمة. هكمل بقى دي وهعمل 1.5 دول بالجبن. ماشي يا حبايبي، ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة. تمام، طبعا يا حبايبي هعبيه كله هنا في الاطباق دي. تمام، وفي تيكت كده جايباه انا، هكتب بقى لحمه وجبنه عشان يبقوا عارفين ان دي باللحمه ودي بالجبنه. ماشي يا حبايبي، ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك. يلا بينا بقى نحط، يلا بقى نشوف 1.5 رمت كام. واحد، دي 25 كده، 25 هي يا حبايبي الجبنة. طبعا انا كان عندي جبنة قديمة من قبل كده، جبت كيس موتزاريلا اهو حطيته عليها، وهعمل بقى اللي بالجبنة. انا خلصت اللي باللحمة، هعمل اللي بالجبنة.
دي بالجبنة. هنعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 20 20 22 23 24 25. تمام. نعملها كده. طبعا كتبنا على دي باللحمة اهي عشان تبقى معروفة دي من دي. دول باللحمة وهنكتب على دول بالجبنة. بصوا يا حبايبي اهو 2 باللحمة طبعا وريتهم لكم قبل كده، و2 بالجبن. احنا كاتبين كده، انا كاتبه كده علشان يعرفوهم من بعض. ماشي. ودي لحمه اللي فضلت ودي الجبنه اللي فضلت. لسه فاضل الكنافه واسوي ورق العنب وهوريكم. هبقى بعد ما اخلص كله ان شاء الله واعبي كله هوريكم برضو معايا كل حاجه. بصوا يا حبايبي انا حمرت دول اهو اللي بالجبنه، يعني خليت كام واحده كده حمرتهم ما شاء الله طالعه زي الفل اهي. يعني مش عارفه افتحها ازاي عشان بصور بايد وماسكه بايد. وكاكا حكا. بصوا حبايبي يعني مش عارفه اعصر الليمون ما فيهوش اصلا، فعملت كده. ودي الشوربه. الشوربه دي كانت عندي اصلا، يعني انا كنت عامله لحمه والشوربه دي كانت موجوده عندي. انا قطعت الليمون كده عشان كل ما اعصره ما بينزلش ميه ناشف. هو ده مش غطا الحله بس يعني نمشي حالنا. تمام. هسيبها تغلي طبعا وتعالوا معايا. دول كيلو ونص كنافه. الكريمه طبعا انا ما بعيرش اللبن ولا اي حاجه، ده شربات كان عندي من قبل كده كان في التلاجة. وده كيلو ونص كنافه اهو، هقصه بالمقص كله وهعمل هنا الكريمه. هنشوف مع بعض هنعملها ازاي. بصوا يا حبايبي اهي قصيتها كلها بالمقص. دول الصينيتين اللي انا هعملهم. تمام. ادي الزبده بتاعت الكنافه هسيحها. طبعا مش عاملاها زبده صافي، عامله شويه كده وشويه، شويه زبده بلدي وشويه سمنه روابي خلطتها يعني عشان ما عنديش سمنه بلدي كفايه. بصوا اللبن جبته وغليته بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بس اعمل قشطه قد ايه. جبته وغليته بالليل
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شفتوا ما شاء الله 2 كيلو لبن غليتهم بالليل. بص طلعوا قشطة قد ايه. المج ده مكتوب عليه اسم، مش فاكرة مين كان جايبهولي في عيد الأم في عيد ميلادي، مش فاكرة. اهو سهير. ما شاء الله. بصوا القشطة، لو كنت اعرف هيطلع قشطة كده ما كنتش اشتريت. انا جبت علبتين على اساس ان ايه هحط مع الكريمة. احط معلقتين نشا او 3 معالق نشا واشوف هتعمل ايه. كده 3 اهو يا حبايبي، وولعت النار عليه. حطيت 4 معالق سكر بودرة، يعني 4 معالق زي دي. مش حبيبي، اقلب بقى كويس كده. السكر البودرة يا حبايبي بيخليها ناشفة تقرمش، يعني تبقى طرية من جوه وناشفة من بره. انزل عليها طبعا بالسمنة كده. طبعا كل السمنة شبعتها كده كويس. هعمل واحدة سادة وواحدة بالكريم. الطبقة الأولانية دي لازم ندوس عليها جامد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخلوش الكريمة تروح منكم على الحرف. حاولوا
ركزوا عليها كده. لو حسيتوا ان هي رايحة على الحرف ركزوا عليها بتكون هيفا كده. هتعملوا كده بالراحة كده، حسسوا كده عليها. على قد ما تقدروا كده بالراحة. المطبخ حر جدا وانا لسه ما ولعتش الفرن. تمام. طبعا دي السادة طبعا مفيش منها اي مشاكل. هنفرد كده. انا هعمل سادة عشان ممكن يكون في حد ما بيحبش بالكريم. هحطها كلها اهي. وبعد كده اظبطها انا وارجع لكم. طبعا دي بكبس براحتي بقى، مقلقش من حاجة خالص. المحشي طبعا عاملين ريحته ايه، قلب البيت مش قلب الشقة، قلب العمارة. تمام كده. تمام. دي السادة. هرجع عندي تاني احاول ادوس عليها كده بالراحة خالص. انا سبتها لما شمعت شوية ورجعت لها تاني. هنولع الفرن بقى وندخلهم الفرن. عملنا بدري بدري عشان البدرية منسية. حبايبي انا بغطيها بخيل قبل ما ادخلها الفرن. لما تحمر من تحت وتستوي كده بشيل الفويل ولا عليها الشوايه.
ورق العنب جيبه كده عشان تشوفوا كويس اهو، يعني قرب يستوي. انا كده موطيه النار عليه. تعالوا نطلع واحده كده نشوف ايه الاخبار. انا بقول كده تمام التمام. اطفي عليه وغطيته بالصينيه واطفي عليه واسيبه مع نفسه لحد ما اجي امشي. بصوا يا حبايبي دي الساده اهي، طلعتها من الفرن اهي وقلبتها تمام. لسه بقى اللي بالكريمه في الفرن، هي بتاخد وقت شويه، لكن انا كنت متاكده ان الساده هتستوي بسرعه قبليها. ماشي، يبقى النهارده عملنا حله ورق العنب اهي، ظبطتها اهي، غطيتها كويس، حطيت ورق زبده وبعدين حطيت فويل وظبطتها تمام. وعملنا السمبوسك باللحمه وبالجبنه، وعملنا الكنافه ساده وبالكريمه تمام. عشان الحاجه دي رايحه لاغلى الغاليين، ناس حبايبي وحبايب قلبي ونور عيني، بألف هنا وشفا يا رب. حطيتها طبعا على الميكروويف اهي لحد اما التانية تستوي وكده، وبعدين هسيبهم في المطبخ عشان ما يبردوش. بصوا مقرمشة وجميلة جميلة جميلة، بألف هنا يا حبايب قلبي. الشربات يا حبايبي كان عندي في التلاجة من رمضان، يعني انا ما عملتش الشربات عشان ما تتوهوش مني وتقولوا ايه عملت شربات ما ورتناش. انا كنت عاملاه في رمضان. دي شقتي طبعا، لما بغيب عليها بتتبهدل صراحة وانتوا شايفيني دايما 24 ساعة في الشغل تمام. والله متبهدلة ومتطربة وحالتها حالة. دي البلكونة، بنعشق الزرع طبعا، بس الزرع الجميل اهو. حبيت اوريكم كل حاجة، وفي يوم كده ان شاء الله اعمل معاكم روتين وانضفها معاكم ان شاء الله. وده طبعا اللي جبته وما صورتش بيه اصلا، طبعا متكركبه الدنيا وكل حاجه متكركبه، والتكييف كان مش شغال والدنيا مش كانتش مظبوطه يعني، عشان انا بعيد عنها اساسا. الكنافه اللي في الفرن عملت ايه؟ بصوا يا حبايبي اهي، عايزه اقول لكم معلومه، ان الحاجه بنيه صحابها، هما نيتهم جميله جميله جميله. معرفش انا اعمل الفك نشحن عادي. والله يا جماعه انا بحط الشربات بالبركه. تعالوا بقى نقلبها ونشوف الناحية التانية هيبقى ايه شكلها ايه. سيبها بسم الله. مش انا بقول بالنيات، والله بالنيات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا يا رب. مش
عايزه ازود الشربات قوي، يبقى عملنا الكنافه وورق العنب والسمبوسه. لايك بقى واشتراك.